ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا احتلينا مكان تونة، جايين نتكلم عن منتج حلو، ترطيبه حلو، سعره رخيص جدا. اهم حاجه في ده كله الكريم هو بتاعنا يكون النهارده اسمه سترونج فيل. هو كريم ترطيبه حلو جدا جدا جدا. سعره على فكره رخيص جدا اهو، لو حد عايز ياخد سكرين. سعره رخيص جدا. بيعمل شعر كيرلي حلو جدا، بيعمل شعري ستريت حلو قوي. لو هتلفيه طاقية هيعمل شعر ستريت، ولو هتعملي كيلي هقولك ازاي بقى الطريقتين. هتعملي كيلي، اولا انت بتعملي الشعر سكرانشي عادي كأنك هتعملي كيلي، بس اهم حاجة تنيميه بجل عشان خاطر ما يهش منك. يعني بعد السكرانشي تحطي شيء جل عشان خاطر ما يهش منك شعرك، وهيبقى كيلي حلو قوي. ينشف باستشوار او ينشف طبيعي يعني، او انت بتلفيه بقى على حسب، بتلفيه بكليات اللي هي رفيعة. تعملي كيلي طريقتك ازاي، بس اهم حاجة ينشف كويس عشان يديكي كل كويس. ده اولا. ثانيا، لو انت بتلفي شعرك طاقية او بتعمليه مفرود او بتعمليه اي حاجة، بص انا هقولك بقى الطريقة. لو انت عامة ما بتعرفيش تلفيه طاقية قوليلي، ولو عايزاني اعملك ريفيو اعملك، او طنة تعملك ريفيو عامة ازاي تلفي طاقية. بس هي الطاقية مفيدة قوي للشعر، وغير كده هي بتفرد الشعر، بتخليه ستريت جدا كأنك عاملة استشوار مكوى، كأنه ستريت جدا. ده أولا. وهو غير كده هو بيبقى مليان وريحته حلوة جدا. هو 120 ملي، ريحته تحفة جدا، كأنك حاطة كريم فعلا على شعرك. يعني انت حاطة كريم بريحة شاور كده، بريحته حلوة قوي، مش كريم اللي هو فيه كريمات بتبقى ريحتها وحشة جدا انت عايزة تغسلي شعرك عشان مش طايقة ريحتها على شعرك. لا، ده ريحته جميلة جدا وهتعجبك. هقولك بقى الطريقة التانية. لو انت هتعملي هتلفي شعرك، هتلفي بعد ما بتاخدي الشاور عادي بتستعمليه، بتسرحي شعرك وبعد كده بتحطي حته منه على حسب الكميه اللي انت عايزاها، بس ما تكتريش برضك عشان ما يدهنتش الراس يعني، او يزيتها او كده. حلو. تاخدي حته وتلفي شعرك. يعني بصوا، انا لسه واخده شاور امبارح، لفه واحده بس، لفه واحده طاقيه. بصوا اللمعه اللي فيه، بصوا مفرود ازاي، ولا كاني عامله مكوى او استشوار. شايفين اللمعه اللي فيه؟ عايزاك بس تبصوا على اللمعه اللي هي فيه بجد. استخدامه حلو قوي. وانا فعلا باخد شاور بس ما بحطش اي حاجه تانية، بغسل شعري كويس بشامبو وبحط عليه بلسم محموم كريم، بس ما بستعملش اي حاجه تاني خالص غيره. بصوا اللمعه بتاعت شعري من مره واحده لفيته. مش حال بقى لو انا هلفيه مثلا مره مرتين تاني هيبقى ستريت وهيبقى تحفه جدا، ولا كاني عاملاه اجدع استشوار ولا مكوى. غير بقى لو انت مثلا بتنزلي كل يوم الشعر طبيعي بيعرق، ما طبيعي بتبقي عايزه مثلا تحتاجه تغسليه او كده. بس هو بجد ترطيبه حلو جدا، ممكن يقعد معاكي كذا يوم مترطب لو انت ما بتتعرضيش لشمس. امال انت لو بتتعرضي لشمس هتلاقي نفسك بس محتاج يتغسل عشان الشمس وشعرك دهن والشمس برضك، وشعر بيعرق. ما طبيعي هتحتاجي بس تغسليه. لو انت قاعده مش بتعرضي للشمس بص الشعر تحفه تحفه جدا. واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده.